مسبوق. التفاصيل نتابعها في سياق تقرير وليد زحاف. حالة من الانسداد بلغت مستوى غير مسبوق. أزمة تشكيل الحكومة في المغرب وبدخولها شهرها السادس تعصف بعبد الإله بن كيران بعد فشله في مشاورات تشكيل حكومته مع القوى والأحزاب السياسية في البلاد. تنحية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي أعادت الرباط إلى نقطة الصفر ووضعتها على أعتاب أزمة وخلافات جديدة. بذلنا مجهودات كثيرة في حزب التقدم والاشتراكية حتى اللحظات الأخيرة من أجل إقناع مختلف الأطراف للوصول إلى حل توفيقي توافقي. أتمنى في هذه اللحظات العصيبة رغم دقة الوضع رغم صعوبة الاختيار أن يتفاعل حزب العدالة والتنمية إيجابا مع هذا المقترح. إعفاء بن كيران من تشكيل الحكومة طفت معه توقعات وتخيلات حول الشخصية التي ستخلفه، ورغم انحصارها في قيادات حزب العدالة والتنمية وتحديدا في 3 وزراء سابقين، إلا أن المراقبين يرون أن اختيارهم للتشكيل الحكومي لن يكون بنفس خطى عبد الإله بن كيران. إذن هذا كله كيعطينا نقاش وكيعطينا عناوين ديال الأزمة كيعرفها المشهد السياسي عموما وحزب العدالة والتنمية خصوصا. وبالنسبة للشخصيات اللي غتكون بديلة عن شخص بن كيران، أظن بأنها لن تقع في نفس الزلات ونفس الأخطاء ونفس العبارات السوقية اللي كانوا كيتعاير بها بن كيران مع البرلمانيين والبرلمانيات. وضع متعثر ومتأزم في مسار تشكيل الحكومة المغربية وصل بها إلى نفق مسدود، فلم يعد خافيا مجمل الصعوبات والمشاكل التي ستحيط بولادة الحكومة الجديدة والمرتقبة.